الراقصة ثانية شيكوبوم ثانية شوقي راقصة مجنونة بتغني بوسطها. أطلقوا عليها ابنة بديعة. تزوجت فنان واكتشفت أنه وحش وحاولت إحراقه وأصيبت بالجنون. تزوجت الفنانة ثانية شوقي من وحش الشاشة اللي أشعلت النيران في ملف اللي نصحوا يوسف وهبي وقال له طلقها. هي من مواليد 1919 وتوفت في نهاية السبعينات تقريبا في 79. اسكندرانية من الغوازي اللي كانوا شغالين في الموالد. اشتهرت في اسكندرية بطريقة غير عادية ودخلت كباريهات اسكندرية. اتعرفت ان هي رقاصة بالفطرة. امها كانت رقاصة محترفة ونزلت ثانية الى القاهرة تتعلم الرقص الاجنبي، تتدرب مع المدربين الاجانب عشان تعمل مزج بين الرقص الشرقي والرقص الغربي. بالفعل نجحت في ده. خلال فترة بسيطة اشهر من تحية كاريوكا وسامية جمال لدرجة ان سمعت بيها بديعة مصابني. سافرت ليها مخصوص اسكندرية، راحت تشوفها وهي بترقص. ارتدت بديعة اليشمك او النقاب وشافت رقص ثانية اللي ملهاش حل واللي طلعت واللي قالت لها بعد الرقص انا عايزاكي دلوقتي تيجي معايا تشتغلي معايا في الكباريه بتاعي في مصر في القاهرة. ساعتها لما ثانية سمعت كده قامت طايرة من الفرح وقامت لما هدومها بسرعة وراحت مع بديعة. خلتها بديعة رقصة الفرقة الأولى. شتاء 1940 قدمت فرقة بديعة مصابني مجموعة من المسرحيات، منها مسرحية اسمها 60 دقيقة 60 دقيقة فرفشة. وكانت المسرحية دي من إخراج بشارة وكيم وتلحين فريد غصن، تمثيل اسماعيل ياسين وبديعة صادق وثانية شوقي. بقت نجمة في كازينو بديعة. حوشت فلوس كتير من الكازينو، راحت فاتحة ليها كباريه في اسكندرية باسمها ودخلت معاها بديعة بالنص. في الوقت ده كان فريد شوقي عامل مجموعة من الأفلام كان مكسر الدنيا بيها وبدأ يتردد على الكباريه شرب ورقص وبنات ليل. وفي يوم نزلت قعدت معاه قعدت تتكلم معاه. فريد كان كل يوم بيتردد على الكباريه، حبته. كان بيروح عندها الكباريه في الشاطبي. الكباريه كان على البحر وبقت الرقصات الموجودة في الكباريه كانوا بيتخانقوا عليه. كان دون جوان ومعروف ومشهور راكب عربية آخر موديل، كان بيروح ويرجع من الكباريه يركب معاه 5 رقصات يكملوا معاه السهرة معاه في البيت. وكانت ثانية مشهورة بدأت تدخل مجال التمثيل ومثلت في فيلم كدب في كدب، فيلم فاطمة مع أم كلثوم وأنور وجدي. أم كلثوم قالت عليها البت دي بترقص وبتغني بوسطها. في الفترة دي أعجب بيها فريد شوقي. هي كمان بدأت تحبه. كانت مشهورة جدا وقررت إن هي تكون تقيلة عليه وما تدلقش عليه زي باقي الرقصات والبنات الموجودة في الكباري. ثانية كانت بتعمل رقصتها وتمشي وتقعدش مع الزبائن، ولا سكر ولا شرب. في مرة وفريد سكرانتينا نزلت وقعدت معاه، تعرفت عليه وتعرف عليه. وأسرار المقابلة دي اتكتبت في كتاب اسمه الملك الترس عن حياة فريد شوقي. دخلت عليه ثانية شوقي بالنصيحة وركبت معاه عربيته وسهروا طول الليل مع بعض وراحوا فطروا في محل فول في اسكندرية ببحر. وبدأت بينهم قصة الحب وطلب ايديها فريد للجواز وشرطه كان انها تسيب الرقص خالص. وافقت واتجوزها وخدها للقاهرة، لكن اتجوزوا عرفي ورقة يعني. وتركت الشهرة والأضواء. بقت ملازمة فريد شوقي في الأفلام والمسرحيات رايحة جاية معاه زي ضله، بتسيبوش إلا ساعة النوم. ولو قدرت كمان تدخل في أحلامه كانت هتدخل. فجأة ظهرت عليها الغيرة وسيطرت عليها وتحول الحب إلى طوق بيخنق فريد لدرجة ان هو كان بيخاف قوي يبتسم يضحك ولا يبتسم اي واحدة من معجبيه. لو واحدة بصلها او بصت له كانت بتزعق وتتخانق. وفي يوم راحت معاه في افتتاح فيلم وكان فريد شاف بدلة على واحد باشا كبير، راح جاب نفس القماش ووداها لنفس الخياط وخيطها وحضر بيها افتتاح الفيلم. وفي واحدة من المعجبات حطت ايديها على البدلة قالت له البدلة دي جميلة قوي في منتهى الشياكة. قامت ثانية شوقي ضربها بالقلم على وشها وقامت بينهم خناقة كبيرة. كان شغال معاه في الفيلم محسن سرحان ومحمود اسماعيل. حصلت خناقه كبيره، الدنيا خربت والفيلم خرب. وبدا المخرجين والمنتجين من عمايلها دي يبعدوا عن طلب فريد شوقي في اي افلام. وقال له احد اصدقائه انت كده هتضيع نفسك وهتقضي على مستقبلك الفني. بعد ما فريد كان بياخد 200 و300 جنيه ويبقى بطل الاعمال يطلبوه في مشهد ب 12 جنيه. في يوم من الايام اتصل بيه يوسف وهبي وقال له تعالى انا عايزه. قال يا ما انت كريم يا رب ده باين في فيلم ولا مسرحيه. راح له جري. اول ما شافه يوسف وهبي قال له كيف احوالك؟ رد فريد وقال له ماشي الحال. قال له ماشي ولا واقف؟ قال له شويه كده وشويه كده. رد يوسف وهبي وقال له انت عارف ان انا بحبك، خايف على مستقبلك الفني. الست اللي معاك دي ست غيوره جدا، كانت شغاله معايا في المسرحيه وممكن غيرتها دي تحطمك وتحطم مستقبلك الفني. محدش هيجيبك تاني في اعمال فنيه وانت لازم تخلص منها وتنسحب من حياتك. وبدا فريد شوقي تهرب منها وغير مكان مسكنه. وبقت ثانية تلف عليه بالشهور لحد ما في يوم من الأيام انتحرت ودخلت المستشفى. ولقى فريد واحد بيخبط على بابه وبيقول له تعالى زور ثانية دي خلاص انتهت وطالبة طلب وحيد ان هي تشوف. راح لها واتكلم معاها وقال لها خلاص بيني وبينك انتهى، ازاي نرجع ومش هعمل كده تاني. قال لها لا خلاص انتهي. بعدها اختفت تماما ثانية. اختفت من سنة 1949 حوالي 17 سنة ورجعت عملت آخر فيلم ليها فيلم السجينة و5 شارع الحبايب سنة 1971 كان آخر فيلم ليها. محمد عبد المطلب بنجوى فؤاد. وتوفت ثانية شيكابوم سنة 79 ولا خلفت ولا اتجوزت تاني. طبعا مين هيتجوز واحدة غيورة للدرجة؟ غيرتها موصلها للجنون. ربنا يرحمها ويرحم الملك فريد شوقي ملك الترس وتغمدهم بكامل الرحمة والمغفرة.